مشاهدي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وفيما يلي نشرة أخبار المساء واستهلها بالعناوين. رئيس أفورقي يلتقي رئيس الوزراء السوداني. 23 حالة إصابة جديدة بكورونا في البلاد اليوم. استعدادات لشتل 700 ألف شجرة في القاش بركة. اختطاف 10 عمال إغاثة في جنوب غربي النيجر. فرنسا وألمانيا وإيطاليا تدعو لإنهاء القتال في ليبيا. ومنظمة الصحة العالمية تحذر من تزايد الإصابات في أوروبا مع رفع القيود الصحية. السلام عليكم. التقى الرئيس أفورقي الذي يزور السودان مع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك صباح اليوم 26 من يونيو، وبحث العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية. وتناول اللقاء باهتمام تعاون دول القرن الإفريقي واجب أساسي وليس خيار، مؤكدين على ثقتهما ليكون إطار لحل النزاعات والخلافات التي تحدث بين دول المنطقة. هذا وحضر اللقاء من جانب إريتريا وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح، ومستشار الرئيس يمان قبرآب، والقائم بأعمال السفارة الإريترية في السودان السيد إبراهيم إدريس. ومن جانب الحكومة السودانية وزير شؤون مجلس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الري. وبعد الظهر زار الرئيس أفورقي والوفد المرافق له مشاريع التنمية الزراعية والتصنيع الزراعي على بعد 127 كيلومترا من الخرطوم. وكان الرئيس أفورقي قد التقى يوم أمس 25 من يونيو برئيس المجلس السيادي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وبحث تطور العلاقات الثنائية والتعاون الإقليمي الذي تحقق بعد الأوضاع السياسية الجديدة في السودان واتفاق السلام الإريتري الإثيوبي، وقيم تطورات اتفاقات التعاون التي تم التوصل إليها مسبقا، واتفقا على تعزيز الشراكة والتنسيق الإقليمي وبذل الجهد المشترك لتنفيذ فاعل للبرامج الطموحة الموضوعة من البلدين. أكدت الفحوصات المخبرية الواسعة التي أجريت للمجموعة الأولى اليوم بمراكز العزل بمنطقة أديبرة للمواطنين العائدين من السودان مؤخرا، أكدت إصابة 23 شخصا بفيروس كورونا. تجدر الإشارة إلى أنه رغم منع حركة الناس من دولة إلى أخرى، إلا أن تدفق المواطنين العائدين إلى البلاد برا وبحرا لم يتوقف من إثيوبيا والسودان وجيبوتي واليمن، حيث بلغ العدد حتى الآن 9163. في غضون ذلك تم شفاء 14 من المصابين بفيروس كورونا الذين كانوا يتلقون الرعاية الصحية في المستشفى بإقليم القاش بركة. هذا وبلغت حالات الإصابة بفيروس كورونا في إريتريا حتى الآن 167 حالة إصابة، منهم 53 شفيوا بعد تلقيهم الرعاية الطبية وتم تسريحهم إلى منازلهم، فيما يتلقى 114 مصابا بكورونا الرعاية الصحية في المستشفى. وزارة الصحة 26 من يونيو 2020. دعت حاكم إقليم شمال البحر الأحمر السيدة أسمرة أبرهة سكان بدة بمديرية قلعلو لاستخدام خبرتهم في حماية التربة وحفظ المياه لتقوية جهود ضمان الأمن الغذائي. وأوضحت لدى لقائها ممثلي سكان ومدراء الضواحي والمزارعين في عدايته وبده بمديرية قلعلو أن إصلاح مساقط المياه وإنجراف التربة لرفع الإنتاجية مسؤولية جميع المزارعين، مناشدة للاهتمام ببناء المدرجات والحواجز المائية للاستفادة من كل قطرة ماء. وقالت إن مبدأ الاعتماد على الذات ينطلق من الأسرة، مذكرة للاستخدام الجيد للأراضي الزراعية وإنتاج يتجاوز الاكتفاء السنوي، مؤكدة على استمرار دعم إدارة الإقليم. ودعت حاكم إقليم شمال البحر الأحمر السيدة أسمرة أبرهة لاحترام التعليمات الصادرة للتصدي لوباء فيروس كورونا وتأثيراته ومساعدة المحتاجين. وذكر المزارعون إن مساحة 300 هكتار من جملة 1900 هكتار من الأراضي الزراعية جرفت، ويحتاجون لدعم الآليات لإصلاح الأضرار التي تفوق قدراتهم.
أعلن مسؤول سلطة الغابات والحياة البرية في إقليم القاشبركة السيد تخستيك فلاماريام القيام بالاستعدادات اللازمة للتشجير في جميع المديريات بالإقليم مع بدء موسم الأمطار. وقال لوكالة الأنباء الإريترية إن برنامج التشجير الواسع تباطأ هذه السنة بسبب جائحة كورونا، لكن العمل سينفذ لشتل حوالي 700 ألف شجرة بوسيلة لا تتعارض مع تعليمات مكافحة وباء كورونا. وذكر بأن شتول الأشجار التي ستغرس في المساكن والمؤسسات والمكاتب ودور العبادة والأماكن المخصصة للتشجير يتم إعدادها في مشاتل بارنت وأغرداد. وأوضح أن أغلب شتول الأشجار مستوطنة وذات فوائد اقتصادية وبيئية مع وجود شتول قليلة للزينة والظلال. وأشار إلى إمكانية المديريات والأفراد أخذ الشتول التي يحتاجونها، داعيا الإدارات للقيام بالتوعية اللازمة. وذكر بأن نواقص المشاتل سيتم سدها لتوسيع عملية التشجير كما ومساحة، وحث لتقوية أنشطة حماية الأشجار. أفادت وزارة الصحة التبرع بحوالي 4 مليون نخفة وأكثر من 40 ألف درهم لتنمية صندوق التصدي لوباء كورونا. وفي هذا الإطار أضاف عمال الاتحاد الوطني للشباب والطلبة إلى تبرعهم السابق بأكثر من 202 ألف نخفة، أضافوا إليه 124,948 نخفة. وتبرع عمال إدارة الإقليم الأوسط ب 42,745 نخفة، ليضاف لتبرعهم السابق بمبلغ تجاوز 2,800,000 ألف نخفة. وحانت فيتوريا 15 ألف نخفة، وقرع للأثاثات 10,000 نخفة، وجمعية قدوس ميكائيل زاجرة التعاونية للمقيمين في أسمرة 5,000 نخفة، وجمعية قحوت التعاونية 5,000 نخفة، وجمعية جابر قدوس منفس عد كتخلة للمقيمين في أسمرة 3,000 نخفة، وجمعية بعل مريم دق صنعاء للمقيمين في أسمرة 2,000 نخفة، وجمعية أبونا هيمانوت عد هلو للمقيمين في أسمرة 2,000 نخفة، وبانا إلكترونيكس 1,500 نخفة، وجمعية سلاسة أونيا للمقيمين في أسمرة وضواحيها 1,000 نخفة، ومتجر الفحم والحطب في كازاباندا 1,000 نخفة. في غضون ذلك واصل الإريتريون المقيمون في الإمارات العربية المتحدة تبرعاتهم، وتبرع المقيمون في دبي ب39,350 درهم، والمقيمين في أبو ظبي 1,500 درهم، ليصل بذلك مجموع تبرعاتهم لأكثر من 1,900,000 درهم. من جهة أخرى، واصل الإريتريون المقيمون في مختلف الدول إعفاء إيجارات البيوت، وأعفى مواطنون في السويد وبريطانيا وأمريكا وألمانيا وكذلك داخل البلاد مدفوعات إيجارات البيوت لشهر وشهرين و3 أشهر. بعد الفاصل سادتي نعود لمواصلة الأخبار. قال مسؤول في منظمة غير حكومية تعمل في النيجر ومصادر أمنية إن 10 على الأقل من عمال الإغاثة المحليين في تلك المنظمة خطفوا في جنوب غربي البلاد قرب الحدود مع بوركينا فاسو، ولم تتضح الجهة التي نفذت عملية الاختطاف. ووقع الخطف في منطقة بالنيجر تنشط فيها جماعات متشددة على صلة بتنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة. دعت فرنسا وألمانيا وإيطاليا الأطراف الليبية إلى وقف القتال، كما دعت الأطراف الخارجية إلى وقف أي تدخل، وذلك في محاولة لإعادة المحادثات السياسية إلى مسارها. وذكرت الدول الثلاثة في بيان أنه في ضوء المخاطر المتنامية من تدهور الموقف في ليبيا، دعت فرنسا وألمانيا وإيطاليا جميع الأطراف الليبية إلى وقف القتال على الفور ودون شروط. ودعت الدول الثلاث أيضا الأطراف الخارجية لإنهاء جميع أشكال التدخل في ليبيا والاحترام الكامل لحظر السلاح الذي يفرضه مجلس الأمن الدولي. وتدهورت العلاقات بين فرنسا وتركيا خلال الأسابيع الأخيرة بسبب الصراع الليبي. أدرجت الولايات المتحدة 4 شركات بقطاع المعادن الإيراني وكذلك 3 فروع بالإمارات وفرعا بألمانيا تابعة لأكبر منتج للصلب في البلاد على قائمة سوداء للكيانات المشمولة بالعقوبات.
وقالت واشنطن إن الشركات تدر ملايين الدولارات على صناعة المعادن في إيران. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن وكلاء المبيعات يجنون عشرات الملايين من الدولارات سنويا من بيع منتجات شركة مباركة للصلب في الخارج، مما يساهم في بلوغ إيرادات قطاع الصلب والألومنيوم والنحاس والحديد بإيران مليارات الدولارات. وتعد العقوبات أحدث مسعى أمريكي لتقليص الإيرادات الإيرانية منذ قرار الرئيس دونالد ترامب في 2018 الانسحاب من الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع القوى العالمية عام 2015، مما زاد التوتر بين البلدين. وقالت وزارة الخزانة إن شركة مباركة التي أدرجتها واشنطن من قبل على القائمة السوداء تسهم بنحو 1% من إجمالي الناتج المحلي الإيراني. أكدت الحكومة اليابانية إلغاء شراء منظومة صواريخ دفاعية أمريكية بمليارات الدولارات بعد أيام من إعلانها تأجيل العملية المكلفة. وكان من المقرر نشر رادارات نظام إيجس آشور في منطقتين بموجب برنامج تسلح مكلف ومثير للجدل، لكن الحكومة تراجعت عن قرارها تحت ضغط السكان الذين أعربوا عن خشيتهم من تأثيرها على المناطق السكنية ومن أن يصبحوا أهدافا في أي نزاع محتمل. وأبلغ وزير الدفاع الياباني تارو كونو اجتماعا للحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم أن مجلس الأمن القومي ناقش الأمر وتوصل إلى إلغاء نشر إيجيس آشور في أكيتا وياماغوتشي. ولاحقا قال كونو إن طوكيو وواشنطن يناقشان كيفية مواجهة التهديدات الصاروخية لكوريا الشمالية بعد إلغاء شراء المنظومة. وكان نشر النظام الذي تمت الموافقة على شرائه في العام 2017 سيكلف اليابان 4.2 مليارات دولار على مدى 3 عقود. واعتبر شراء رادار إيجس آشور جزءا من محاولات طوكيو لتعزيز قدراتها الدفاعية بعد إطلاق كوريا الشمالية صواريخ، ووسيلة لتعزيز علاقات أوثق مع واشنطن. سادتي، انتهت نشرة أخبار المساء قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.